ساعات تبقى مجهز نفسك لحاجه، او انك عايز تحكي حاجه وتقول حاجه وتقعد ترتب في الكلام وتستف في الجمل وتركز في كل حرف هتقوله، وبعد كده تلاقي نفسك تتكلم في موضوع ثاني خالص خالص. ده اللي حصل مع لمياء لما جت بعتت الرساله بتاعتها. لمياء 23 سنه من اسكندريه، لما بعتت الرساله بتقول ان هي من الاول كانت ناويه تحكي عن قصه وعلاقه عاطفيه يعني كانت بتمر بيها، لكن لقت نفسها لا اراديا بتكتب عن صاحبتها سمر. وبتقول هو احنا ليه دايما بنيجي نتكلم عن الناس اللي ما تسواش؟ يعني اللي اولى بالوقت واللي اولى بالحكي واللي اولى بان احنا نسلط عليهم الضوء ونتكلم عنهم هم الناس الكويسه. لكن الناس الاندال او اللي ما لهمش لازمه او اللي طلعوا مش قد شرف القرب يعني ما لهمش لازمه ان احنا نجيب سيرتهم اصلا يعني. عشان كده قررت ان رسالتها كلها بعد ما كانت مجهزه كلام تتكلم فيه عن علاقتها العاطفيه، لا انا هتكلم عن سمر صاحبتي. بتقول سمر صاحبتي وجارتي واكتر من اختي، انا وحيده وهي كمان وحيده، واحنا الاثنين قريبين جدا من بعض، مع بعض من اول ابتدائي لغايه ما اتخرجنا يعني، او كنا دخلنا كليه احنا الاثنين موجودين مع بعض، واكلين شاربين نايمين مع بعض كل الوقت احنا فوله واتقسمت نصين. الحاجه الوحيده بس اللي كانت مضايقانا احنا الاثنين ان والدي ووالدها دايما على خلاف. والدي دي يعني اللي بتحكي لمياء بتقول والدي صوته عالي، يعني بيتلفظ بألفاظ ما يصحش يقولها، لسانه طويل، يعني خلينا نتكلم بالبلدي لسانه طويل، في حته بجاحه كده اهو، ما بيحترمش لا كبير ولا صغير. والد سمر راجل مهذب، راجل محترم، راجل الناس كلها بتشيد باخلاقه وبادبه. فطبعا التنافر اللي كان بينهم هما الاثنين، خصوصا كمان ان هما كانوا جيران، بالذات جيران قدام بعض يعني العمارتين في وش بعض، عمل مشاكل يعني ادفع حاجه كان يحصل بينهم مشكله بين الاثنين. طبعا كان والد لمياء يعلي صوته ويجعر ويقل ادبه، ووالد سمر كان يستقبل الموضوع باحترام، وبعد كده لما يلاقي الموضوع كذا يروح يشدد معاه هو كمان. ده كان بيخليهم اوقات يمنعوا البنتين عن بعض، يعني والله ما انت رايحه لها، والله ما انت رايحه لها، ده يقول كده ده كمان يقول كده. ده كان بيعذب لمياء وكان بيعذب سمر شويه، لغايه ما قرر في مره والد سمر ان هو يعزل خالص من المنطقه، ياخد بنته ومراته ويروح يمشوا بعيد خالص عن المنطقه. ده وجع قوي لمياء، لكن خلاها برضه هي وصاحبتها مصممين يفضلوا على تواصل. احنا بنعز بعض واحنا احنا مكتفيين ببعض كاصدقاء يعني، فبالتالي احنا مش هنخلي الظروف اللي احنا ملناش ذنب فيها هي اللي تتحكم فينا. حصل ده فعلا. لمياء بتحكي في سطرين كده بسرعه ان هي كانت على علاقه بواحد ولد معاهم في الكليه، وان الولد ده اخلاقه مش كويسه، وان دايما سمر كانت تحذرها منه وتحذرها منه بقسوه، يعني يا بنتي حرام عليكي هيوديكي في داهيه، ده بيضحك عليكي، ده بيلعب بيكي. ولمياء كانت السكينه سرقاها زي ما بيقولوا في المثل، وكانت برضه مكمله في علاقتها مع الولد ده، لغايه ما في مره بتكتشف ان الولد ده على علاقه ببنت تانية خالص، وان هو بيلعب بيها فعلا، ان هو بيخونها يعني. فهتفوق، هتتصدم، هتاخد الصدمه، هتقعد تمشي في الشارع عماله تعيط، هتلاقي رجليها واخداها غصب عنها البيت صاحبتها سمر. فبتستقبلها سمر، ايه اللي حصل؟ ده طلع خاين فعلا، وانت كان عندك حق. ايه اللي حصل؟ حصل كذا 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 كذا. قالت انا بعيط وسمر كمان بتعيط، لدرجه ان لو حد دخل علينا الاوضه احنا الاثنين واحنا حاضنين بعض وبنعيط مش هيعرف مين فينا اللي زعلان، يعني مين فينا اللي زعلانه قوي، مين اللي عندها المشكله، من كتر هي متضامنه قوي مع صاحبتها يعني. بتقول احتوتني جدا في لحظه الضعف بتاعتي، لا قعدت تعايرني وتقول لي مش قلت لك ان هو كذا كذا، مش كنت عمال اقول لك بقالي سنين ان هو كذا خالص، ولا عاتبتني ولا لامت ولا اي حاجه، هي احتوتني بس، وده كان كفايه جدا. بسبب العياط الكتير لمياء جالها هبوط وضغطها وطي، واضطرت ان هي مش قادره تتحرك طبعا. فكان الحل الوحيد ان هي تبات في الاوضه بتاعه سمر في شقتهم يعني. فاتصلت بوالدتها قالت لها يا ماما انا هبيت النهارده عند سمر، قولي لبابا ان انا يعني رحت اذاكر عند حد من صحباتي وهبيت عنده كده، وهي تعبانه يعني. فامها ست طيبه غلبانه يعني، فقالت لها ماشي حبيبتي. بيتت فعلا لمياء عند سمر، وتاني يوم صممت لمياء ان هي ترجع شقتهم تاني. فسمر بتقول لها طب اقعدي يا بنتي يوم كمان، قالت لها لا مش ينفع عشان بابا ما يزعقش، وانا عارفه ان هو عصبي وعندي ومش هيصدق اصلا الموضوع ان انا بيت عشان كنت بذاكر ده. فهتصمم سمر ان هي تنزل تروح توصل لمياء، هتروح سنداها وموديها عند البيت. بالصدفه هيدخلوا البيت بتاع لمياء، هم عند باب العماره، والدها هيكون نازل، والد لمياء هيشوفها، انت جيتي، انت شرفتي يا هانم، انت شرفتي يا كذا كذا كذا، وقعد يشتم بقى، وراح ماسك البنت من راسها يعني، وراح جررها على فوق. فسمر
واحده غيرها خلاص بقى ماليش دعوه، روحت البيت لا طلعت جري وراهم، حرام عليك يا عمو سيبها 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 سيبها. الراجل مش منتبه خالص للكلام اللي سمر بتقوله، مسك بنته بالاقلام وبالشلاليت وبالبوكسات، كانه بيتعامل مع، كانه بيلعب بوكس مع ملاكم يعني. بهدل البنت بهدل لمياء يعني. راحت سمر داخله في النص بين الراجل وبنته، وراحت واقفه كده وفارده دراعاتها، بقت هي في مواجهه الاب يعني. فابو لميا عشان عايز يضرب لميا، فهي سمر بقت واقفه في النص، بقول لك حرام عليك سيبها دي تعبانه، بقول لك انت ما تفهمش، بقول لك تعبانه. وراح ماسك سمر عجنها هي كمان، وراح زائقها، راحت دماغها اتخبطت في رجل كرسي ودم وبتاع، راحت قامت تاني وبرضه راحت عشان تدافع عن صاحبتها، وحطت جسمها بين ابو لمياء وبين لمياء عشان ما يوصلهاش. والراجل متجنن، انت يا بنت، وهي كمان اصل كمان هي لمياء بتقول ان جسمانيا سمر اقصر وارفع بكتير من لمياء طويله وجسمها عريض شويه، لكن سمر جسمها صغير وسفيف يعني. فالراجل متغاظ زي البنت السفيفه دي واقفه بيني وبين بنتي مش عارف اضربها، فبقى يطلع غضبه كله فيها في سمر. كانت النتيجه ايه؟ كسر في الدراع الشمال، شرخ في الكف اليمين، ارتجاج في المخ، تعويره في الدماغ خدت 8 غرز لما وقعت على ايد الكرسي، كسر في الضلع الثالث، شويه حاجات كده اهو. ابن الذين كانه فعلا كان بيضرب ملاكم يعني. فتدخل سمر المستشفى، تتحجز في المستشفى عشان كانت بتدافع عن صاحبتها، وتدخل تقعد تعالج فتره كذا يوم يعني. والد سمر يصمم ان هو يعمل محضر ضد والد لمياء ان كان هيموت بنتي. سمر هي اللي ترفض، تقول لا مستحيل هحبس والد صاحبتي، مستحيل احبس والد لمياء، مستحيل، رغم كل اللي عمله فيها مستحيل. ف يعني الراجل بيحس بالتأنيب ضمير اللي هو ابو لمياء، وبيروح يعتذر لسمر في المستشفى، وسامحيني يا بنتي انا ما اعرفش انا عملت كده ازاي، لما بيحس ان هي ايه، البنت انقذته من سجن يعني، هو كان هياخد فيها 5 سنين على الاقل يعني. فراح حس بامتنان يعني، راح يعتذر. لمياء بتقول لي، بقول سمر انت عملتي كده ليه؟ فراحت قالت لها عشان انت صاحبتي. فراحت جت قالت لها عشان صاحبتك؟ يعني مستنكره الرد لمياء، عشان صاحبتك بس يعني. فراحت سمر قالت لها والله يعني دي الكلمه اللي انا اكتر كلمه انا مصدقاها، يعني اكتر كلمه مصدقاها واكتر كلمه انا حاساها. فبتقول عرفت معنى ان الواحد يبقى طالع فعلا بصاحب حقيقي، صاحب ما يستخسرش فيه اي حاجه. علشان كده كانت سمر تستحق ان انا اكتب عنها. كان في الاول لمياء تبعت رساله عن الولد اللي كانت بتحبه وحصل بينهم ايه، لكن قالت لا احنا ليه نكتب عن الناس الكويسين؟ ليه دايما بنكتب عن الناس الوحشين؟ ليه ما بنكتبش عن الناس الكويسين؟ الكويسين هم اللي يستحقوا دايما تسليط الضوء، الكويسين دايما هم اللي يستحقوا ان احنا نقول هم دول. قليلين اللي عندهم وفاء، بس اقل منهم اللي فهموا ان الوفاء عنصر اساسي في اي وفي كل حاجه، شغل، علاقه، جيره، صداقه. الواحد فعلا بيبقى محظوظ وبيحس بمحبه ورضا ربنا عليه لما بيكون في حياته شخص واحد بس على الاقل وفي. الظروف والحجج والتلاكيك على قفا من يشيل، والخلعان والهروب ليهم مليون مبرر، لكن مش بيفضل ولا يلمع في الاخر غير الاوفياء. ادواردو غاليانو قال الصديق الحقيقي هو صديق الفصول الأربعة، أما الآخرون فهم أصدقاء صيف لا أكثر. لو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير، والمرة دي هنقول لكم اعملوا تعليقات من نوع مختلف شوية، سلطوا الضوء في تعليقاتكم عن الناس أصحاب الفضل، الناس الأوفياء اللي في حياتكم، قولوا للناس الحلوة اللي في حياتكم إن هم حلوين، اعملوا منشن في الكومنتس لكل حد حلو في حياتك عشان تقول له أنت حلو وشكرا على وجودك في حياتي.